بالإيمان بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب بمعنى فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية الأولى، الهدف الأول، المقصد الأول من الصيام إنما هو التقوى. إنما هو التقوى. التقوى بماذا نحصل عليها؟ كيف نربيها بين قوسين إن صح التعبير؟ كيف ننميها هذه التقوى؟ كثير من الناس يدور في أذهانهم أن التقوى إنما تربى بكثرة العبادات، والواقع أن العبادات هي الطريق إلى التقوى، ولكن الحصول على التقوى وتنميتها إنما يكون بالمعاملات أولاً، إنما يكون بالسلوك وبالأخلاق، لأن المعاملات هي أساس قبول العبادات. المعاملات هي أساس قبول العبادات، والعبادات تبنى على المعاملات. ففي الصلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وعن الصوم يقول صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وعن الحج يقول عليه السلام: من حج فلم يرفض ولم يفسق عاد كما ولدته أمه. إذن المعاملات تظهر لنا كأنها في المرتبة الثانية، وهي في حقيقة الأمر هي أساس قبول الأعمال كلها. إذا استقامت المعاملات دليل على استقامة العبادات، وإذا صلحت المعاملات دليل على صلح العبادات. إذن التقوى يعني نحصل عليها بحسن الخلق، بحسن السلوك، بحسن الأعمال الصالحة، والتي يوضحها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته الشهيرة التي توجه بها إلى المؤمنين في شهر رمضان: وما أدراك ما رمضان. عن هذه الخطبة نتحدث، بل نحن سنسكت لنفسح المجال لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذه المعاني في خطبة طويلة نحن وقفنا عندها بلا اختيار عند بعض الفقرات. في البداية الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في المسلمين عن هذا الشهر فيقول: أيها الناس، لكل الناس، قد أقبل إليكم شهر الله. بماذا أقبل؟ بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. هذه مأدبة الله فلنقبل عليها. نحن في بعض الأحيان نتجشم الأتعاب ونتجشم مشاق السفر ونضغط على أنفسنا لتوفير هدية مناسبة. لماذا؟ للذهاب إلى دعوة جاءتنا من صديق أو من قريب، ويزداد المشقة وتحملها، ونجد لذة في تحمل تلك المشقة في الذهاب إلى الموعد. كلما كانت الإنسان الذي دعانا قيمته عندنا أكبر، كلما كبرت قيمة الإنسان كلما زاد فرحنا بالدعوة، كلما زاد استسهالنا للمصاعب، كلما زاد بذلنا لشراء الهدايا، كلما زاد فرحنا بالذهاب والحضور. اليوم راهو فلان الفلاني وما أدراك دعاني ومشيت وحضرت مع فلان وقعدت مع فلان. فما بالنا أن الذي دعانا إلى هذا الشهر من؟ هو رب فلان وفلتان ورب الناس أجمعين، هو الله جل جلاله. فهل نرفض دعوة الله؟ فهل نقلق من دعوة الله؟ فهل لا نتحمل شيء من الصعوبة والتعب كما تحملنا الأتعاب من أجل الحضور في دعوة بشر مثلنا مثله مهما علت قيمته؟ ولهذا نحن نستصعب الصوم، نحن نصرخ من العطش، نحن نصرخ من الجوع، نحن نصرخ من ارتفاع الأسعار، وننسى لهفتنا المقيتة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. فلو تحكمنا نحن في استهلاكنا لتحكمنا في الأسعار. نحن المستهلكون نتحكم في الأسعار ولا يتحكم فيها أحد غيرنا.
بتجنب هذه اللهفة، بالوقوف عند حاجياتنا بالضبط، عند شراء ما نحتاجه دون زيادة أو نقصان. أما اللهفة تؤدي إلى أن يصبح الطلب أكثر من العرض فترتفع الأسعار، فنبكي ونشكي ونشري. والله غريب هذا الأمر، غريب هذا الأمر، غريب هذا الأمر من كثير من الناس، يبكي ويشكي ويشري. أنفاسكم فيه تسبيح، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. يكفي عندما نعرف هالنقاط هذه بركة، عندما نعرف أن النفس تسبيح والتسبيح بأجر وصدقة، وعندما نعرف أن الدعاء فيه مستجاب، ألا يهون كل شيء بعد ذلك؟ هل ما زلنا نفكر في ربطة المعدنوس ب500 وأقل وأغلى؟ نحن صعب علينا الصيام لأن جانب التقوى فيه غاب عنا، وأصبحت العادة تحكم العبادة، العادة فيه تحكم العبادة، وأصبحت الأمور الحياتية تطغى على الأمور التعبدية. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا أيها الأحبة الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطشه. الجوع هنا لتسقى هناك، لتشبع هناك، وتعطش هنا لتسقى هناك. نعم أيها الأحبة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل يا رسول الله، قبل قيل نقف هنا وقفة بسيطة. تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. هذا شهر التنافس في الخيرات، التنافس في الخيرات وليس التنافس في الأكلات. هذا موسم التحفيظات في العبادة، وسنرى كيف يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا شهر فرصة ويمر. نحن إذا ما سمعنا في يوم من الأيام أن المغازى الفلانية أو المساحة الفلانية أو السوق الفلاني ينظم تخفيضات، فإن كل الناس تهب، وإن كل الناس تسارع، وإن كل الناس تبكر للوقوف في طابور طويل للحصول على بضاعة بثمن بخس أو رخيص قبل أن تنفذ من السوق. هذا مشروع، ولكن أكثر منه أيضا هذا موسم تخفيضات العبادة، فلماذا لا نتسارع فيها؟ وفي الخيرات فليتسارع المتسارعون. من أبوابه المسارعة في الخيرات إطعام المسكين وإطعام الفقير، والمساهمة في الجهود الخيرية التي تقوم بها أطراف كثيرة من أفراد ومن جمعيات. نعم، ينبغي أن نحرص ألا يفوتنا هذا الخير، وأن يغلق هذا الباب دون أن نأخذ نصيبنا من هذه الخيرات. أيها الأحبة، كثير من الناس يتذمرون: هذا من ينعاون هذا ونساعد الآخر، ذاك الفقير ذاك المسكين هو طريقك إلى الجنة، هو طريقك إلى الجنة. لولا الفقير على من نتصدق، لولا المسكين على من نتصدق. هو الباب الذي تفتح به أبواب الجنة. من فطر صائما في هذا الشهر كان له بذلك عتق رقبة. قيل يا رسول الله، ليس كلنا يقدر على ذلك؟ مش الناس كل تنجم تفطر؟ لأنه نحن ديما نخاف. الصحابة أيضا خافوا، ظنوا أن الإفطار يتمثل في وليمة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة ماء، فإن الله تعالى يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إن لم يقدر على الكثير. ما تستصغرش الصدقة، ما تستصغرش العمل الصالح ولو كان بسيط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اشتر كعبة مر تنقذك من جهنم، وشريبة ماء تنقذك من جهنم. المهم أخرج الشح من قلبك، المهم طهر قلبك من الأنانية، من الشح، من التفكير في الذات. تذكر أن الذي تعطيه هو الذي بقي. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة ذبح شاة
وطلب من زوجاته أن يقمن بتوزيعها على الفقراء والمساكين. فجاءت السيدة عائشة بعد أن وزعوا كل تلك الشاة بقي منها فخذ، قالت له: يا رسول الله، ذهبت الشاة كلها ولم يبق إلا هذا الفخذ. رأوا الشاة الكل أعطيناها ومشيت على روحها، ابقى لنا الفخذ. فاش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالها: لا، بقيت الشاة كلها وذهب الفخذ. اللي بقاه هو اللي أعطيتيه، اللي أعطيناه واللي تصدقناه هو اللي بقاه، أما اللي مش ناكلوه هو اللي مشاه. لأن المرأة يقول: مالي مالي، فلوسي فلوسي، مش مالي بمعنى شبيه، مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. اللي تاكله تتلذذ به ربيع ساعة في فمك وبعد يمشي على روحه، واللي تلبسه تفرح به مناسبتين وثلاثة وبعدين يمشي على روحه، واللي تصدقت به هو اللي بقاه. وين بقاه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر عمله كان له جوازا على الصراط يوم تزل الأقدام. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله حسابه. ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. 3 نقاط في الأعمال الحسنة توجه بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في شهر رمضان. أما النقطة الأولى: من حسن في هذا الشهر خلقه. هذا الشهر جاء ليعلمنا حسن الخلق، ليربينا على حسن الخلق. ومثال ذلك أو دليل ذلك في الحديث الشريف: فإن أحد سابه أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. نحن العكس، الصائم يرمضن أكثر ويعارك أكثر ويشتم أكثر ويتعارك على أمور كنا نقول الآن أنها زائلة. يعارك على ربطة الخضرة، ويعارك على الخبزة، ويعارك على دزني وما دزوش، ويعارك على اللي وفاه ما لقاش هذا فطور وش باش يعمل له وش باش يبدله. لهذا جعل الصوم. هذه كلها أمور مكملات لا بأس بها، ولكن أن تقفز هي على السطح فتصبح هي الأولى والغاية الأساسية للصوم العبادة والتقوى هي الثانية أو تختفي في تماما. هنا يا خيبة المسعى، يا خيبة المسعى. الصوم جاء ليعلمنا غض البصر، ليعلمنا كف اللسان، ليعلمنا التحكم في هذه الجوارح. الصوم جاءنا ليعلمنا الحرية الكاملة. الحرية من ماذا؟ من عبادة الجوارح وعبادة الشهوات. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عنه حسابه. ارحموا من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في بعض الأحيان تلقى أصحاب أعمال ومعاهم عمال وصيام ويعرفهم صايمين، ويجي يوم حار وتوصل درجة الحرارة 40 وتجي وقت العمل ماضي ساعة وساعتين وموجهين للشمس. لا يا رسول الله، كي تقول له خذ نصيف ساعة ارتاح فيه بلد راسك وارجع، ما يزيدك إلا بركة، ما يزيدك إلا خير، ما يزيدك إلا رزق. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نحن لا نرحم حتى أنفسنا، حتى أقرب الناس إلينا لا نرحمهم. شوفوا أنفسنا، شوفوا زوجاتنا، شوفوا أماتنا، شوفوا نسانا في رمضان من 4 متاع العشية لل7 يدخلوا للكوجينة من 4 وهم يتصلاوا مع النار ويصنفوا في الأكلات وهذه والأخرى 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 والأخرى، يخرجوا من غديك روحهم في خشمهم حتى الماكلة مش قادرين عليها. وبعدين اللي طاب شطره يتلوح. ليه؟ عليه؟ ألم يكن من الأجدى أن يقدم ذلك للفقير والمسكين؟ ألم يكن من الأجدى أن نربح به الآخرة؟ ألم يكن من الأجدى أن نقترب به إلى الله؟ ألم يكن من الأجدى أن ننمي فيه التقوى في قلوبنا؟ ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه، اللي تحت إرادته تحت سلطته، خفف عليه يرحمه يرحمك.
يكفى فيه شره. آخر حاجة يا سيدي، آخر حاجة، ماكش قادر على المساعدة، ماكش قادر على أن تساعد فقير أو تساعد مسكين أو أي شيء من الأعمال الصالحة، آخر شيء وهو في متناول الجميع، شد شرك على الناس. شد شرك على الناس في هذا الشهر الكريم. إذا ماكش قادر باش تساعد، على الأقل ما تكونش كي ينطبق عليه المثل التونسي جاي يعاون فيه على قبر بوه هرب له بالفاس. على الأقل يا سيدي الكريم لم تستطع أن تساعد بالخير فكف شرك عن الناس. ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. تحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. في آخر الخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحن دائما ننتبه يا سادة إلى نقطة مهمة حتى نفهم أحكام الإسلام. نحن دائما عندما نتوجه بحكم إسلامي السامع يحط نفسه في موضع المنتفع. ولهذه تقول له مثلا راك تمشي وتلقى شيء طايح في الأرض، حافظة نقود فيها أموال، جهاز هاتف، يا ولدي يلزمك تعلم عليه، يلزمك ترجعه، خليه يتم في بلاصته ويرجع صاحبه. يقول لك أي أنت رقدت بلاش مخدة ولا تحلم وأنت فايق؟ نخليه ونمشي. يا سيدي باش تفهم قيمة الأمر هذا حط نفسك في موضع المتضرر. حط نفسك أنت اللي ضاع لك ورجعت ملهوف تلوج على تلك الشيء، تبحث عما ضاع لك. الحرقة اللي تحس بها، الألم اللي تحس به، اللوعة اللي تحس بها، حسها أيضا ذلك الذي أضاع حافظته أو أضاع هاتفه أو أضاع أي شيء. ففي لنفهم الإسلام لابد أن نضع أنفسنا في موضع المتضرر لا المنتفع. كذلك عندما ننظر إلى يتيم أو مسكين أو أرملة لنتذكر أنه في وقت من الأوقات ذلك اليتيم كان يمكن أن يكون ابني وكان يمكن أن يكون ابنك، واليتم لا يتخطى أحد. وذلك المسكين كان يمكن أن أكون أنا، وتلك الأرملة كان يمكن أن تكون أنا. وبالتالي تحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمه يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. وعن صلة الرحم النقطة الأخيرة، صلة الرحم وما أدراك ما صلة الرحم. فرصة التزاور في رمضان، فرصة لم الشمل، فرصة إصلاح ذات البين، فرصة الرجوع عن الأخطاء، فرصة التدارك، فرصة نرفع فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3. ما يجوزش الخصام والقطيعة أكثر من 3 أيام، لا تجوز. فيلتقي هذا ويلتقي هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. متعاركين بعد 3 أيام التقاوا، هذا منا وهذا منا، من أحسنهم عند الله اللي يبدأ بالسلام، مش اللي يدور وجهه ويمشي، مش اللي يقول لك انا نبادر ونقول له عسكري يحقرني ايش نعمل، وكي ما يردش علي ايش نعمل؟ نكلمه؟ لا. نعمل له تليفون؟ لا. نعمل له حتى بلغه الشباب ميساج؟ لا. كي ما يردش علي خلي ما يردش. انت اقمت عليه الحجه، انت اقمت عليه الحجه امام الله، انت اظهرت حسن نيتك امام الله، انت اظهرت انك الكبير، انت اظهرت انك الاكبر. أكبر من ماذا؟ أكبر من النفس التي تصعد بصاحبها ولكنها بالونة، هعمل هكا في أي شيء تتفلق وتطيح. المسلم هو الأكبر. الأكبر بماذا؟ مش بضخامة الجسم أو بكثرة المال، الأكبر بالنفس الطيبة والنفس المتسامحة والنفس اللينة والنفس الكريمة والنفس السباقة إلى الخير. ومن أبواب الخير طلب الصلح. فإذا كان هو استجاب فلك أجران وله أجر، أجر البداية وأجر السلام. وإن لم يستجب خليت أجر وأجر وهو باء بالإثمين، باء بالوزرين، باء بالعقابين. وعن صلة الرحم، الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يحدثها فيقول، يخاطب الرحم: ويحك لقد شققت لك اسما من اسمي. الله اسمه الرحمن الرحيم وهي اسمها الرحم، يشتركوا في ال3 حروف الرئيسية، الراء والحاء والميم. فوعزتي وجلالي الله يقسم بنفسه: لأصلن من يصلك ولأقطعن من يقطعك.
والكلنا قاعدين نزوروا في قاربنا، والكلنا قاعدين نمشي، لكن قليل منا اللي قاعدين يقوموا بصلة الرحم إن لم يكن ما ثماش يقوم بصلة الرحم. لأن اللي نقوم به نحن هو مكافأة مش صلة رحم، هو حسابات. من اللي نخرج من داري فلان هذاك جاني في المناسبة الفلانية نمشي له، فلان ما جانيش ما نمشيلوش، هذا هناني نهنيه، هذا ما هنانيش ما نهنيش، هذا يوقف معايا في المصيبة الفلانية نقف معاه الآخر. هذه يا إخوتي يا أحبتي ليست صلة رحم، هذه مكافأة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هو الواصل؟ شكون اللي يقوم بصلة الرحم حقيقة؟ ليس الواصل بالمكافئ، اللي يكافئ مش هو اللي واصل، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل هو الذي يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه. هو الواصل الحقيقي اللي يفوز بأجر صلة الرحم. يصل اللي ما جاكش هو اللي تبدأ به، واللي ما جاوبكش هو اللي تبدأ به، واللي احتقرك هو اللي تبدأ به، لأن ذلك دليل منك على أنك تحب تصفح، تحب تتجاوز، تحب تلم الشمل، تحب ترتقي إلى المراتب العليا عند الله أنت والشخص الآخر. يصل من قطعه ويعطي من حرمه. ما فلان هذاك مرة وحده سلفني نسلفه، وذاك طلبته مرة ما اعطانيش ما نعطيش، يا ولدي بارك وقت انت طلبته هو في ضيقة مالية وما يقدرش. ويعفو عمن ظلمه. ومن تطوع فيه هذا الشهر بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. صلي ظهر في رمضان كأنك صليت 70 ظهر في غير رمضان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رمضان أيها الأحبة أيضا هو شهر المغفرة والتوبة، كلمة موجزة عن التوبة. التوبة أولا من ماذا؟ من المعاصي، من الذنوب. مش الإنسان مش يتوب ما عنده حتى معصية. فإذا التوبة يتوجه بها القرآن والحديث، أي ربي سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يتوجه به للذي أخطأ، للذي أذنب. ما قيمة التوبة عند الله؟ الله تعالى يفرح بالتوبة فرحا شديدا، ما يرفضهاش، يفرح بها. في الحديث القدسي ربي سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إذا تاب العبد العاصي ورجع إلى الله سطع نور أضاء ما بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الله وقال: أيتها الخلائق هنئوا فلان. شبيه؟ فقد اصطلح مع الله رب العالمين، فقد اصطلح مع الله رب العالمين. بعض الناس تقول له: ها جاء شهر رمضان، فرصتك السانحة باش تكفر على اللي فات وتمسح اللي فات وتفتح صفحة جديدة، سواء مع ربي سواء مع نفسك سواء مع أحبابك، تتجاوز عن كل شيء وتتوب. ايش يقول لك؟ ايش باش نتوب والوين؟ ايش باش يغفر لي ربي هذه ولا هذه ولا هذه؟ أراني يعني ما خليتهاش مع ربي سبحانه وتعالى وما خليتهاش مع البشر. هذا يا إخوتي مدخل من مداخل الشيطان، يريد أن يغلق في وجهك باب التوبة. الشيطان هو الذي يقول لك هذا، أما ربي سبحانه فيقول لنا: لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم أضاع راحلته بفلات حتى وجدها. إنسان مسافر على الجمل متاعه، جاء في الصحراء قعد يرتاح، قيل خدته عينه، قام يلقى الجمل نتاعو ما ثماش. يعني هذا الانسان تحكم عليه بالاعدام في الصحراء بلا راحله. هو يلوج ما لقاهاش، جاء تحت النخله وعاود رقد وقال: انا ميت خليني نموت هنا. واذا بيفاق بعد يلقى الجمل نتاعو عند راسه. من شده الفرحه اش قال: يا ربي يا ربي انت عبدي وانا ربك. اخطا من الفرح، قال في الحديث الشريف: من احدكم اضاع راحلته بفلات ثم وجدها فقال: يا ربي أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من الفرح. ربي سبحانه يفرح بتوبة العبد العاصي أكثر من هذا الرجل اللي عرج عنده الناقة بتاعه.
وبالتالي ما ييأسش الإنسان. باب التوبة مفتوح دائما، يغلق فيه حالة واحدة، إذا أصبح الإنسان يغرغر، إذا وصلت الروح للجرجور وقتها كما يقولوها يغلق باب التوبة. وفي هذا قصة طريفة هي تكون إن شاء الله مسك الختام، وقعت مع سيدنا موسى. قيل أنه جاء عام جفاف والناس كادوا يموتون عطشا وجوعا. قالوا له يا نبي الله هل نخرج نعمل صلاة الاستسقاء؟ خرجوا بدأوا يدعيوا معهم نبي، يدعي المطر ما نزلتش. قالوا يا موسى كلم ربي سبحانه وتعالى، يا موسى يا الله ما تحشمنيش كما يقولوها مع قومي، اعطينا المطر واستجب لنا يا الله يا كريم يا رحيم. ربي سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا موسى، ايش قالوا؟ قالوا يا موسى ان فيكم رجلا يعصيني من 40 سنه، اخرجوه من وسطكم تو تنزل المطر. فيكم واحد يعصي ربي من 40 عام، فاري ناس خابر، خرجوه اطهروا تو تنزل المطر. تلفت سيدنا موسى لقوم قالوا إن فينا من يعصي ربي من 40 سنة، ترى عايشكم يسامحنا يخرج، خلي رحمة ربي تنزل المطر. وإذا به بعد لحظة ما خرج حتى حد، الناس كلها تخزر بعضها، حتى حد ما خرج ونزلت المطر. توجهت الأنظار لكل سيدنا موسى، شعر سيدنا موسى بحرج شديد من جديد. يا ربي قال المرة الأولى دعينا وما نزلتش المطر، وتوا نقول للناس يخرج إنسان كما وحيت لي ما يخرج حتى حد وتنزل المطر، هالورطة يا رب. فاش قالوا الله سبحانه وتعالى كما ورد في الآثار؟ قالوا يا موسى لقد تاب توبة لو وسعت على أهل الأرض لوسعتهم. ذلك الرجل شو اللي عمل؟ وقت اللي أحس بالحرج والأنظار الكل تتوجه له، وشهادة في العصيان لمدة 40 سنة موقعة من الله تبارك وتعالى في نفسه. يا ربي قالوا ستر علي وانا راني التوبه ما عادش نقبلها ولا بعدها. وربي سبحانه وتعالى لا يمكن ان يخدع، علم ان الرجل صادق وانه فعلا قطع مع المعاصي، تاب عليه الله ونزل المطر، قبل توبته وهو لم يفعل فيها شيء. المهم صدق النيه والعزيمه، فما بالك اذا زاد شرع في العمل. عندها سيدنا موسى عندما قالوا ربي يا موسى لقد تاب توبة لو وسعت على أهل الأرض جميعا لوسعتهم. قالوا يا ربي هذا السعيد اللي كان شقي في لحظة تحول إلى سعيد، يا ربي وريهولنا دلنا عليه. قالوا يا موسى إنه يعصيني من 40 سنة وأنا أستره، والآن وقد تاب تريدني أن أفضحه؟ لست أنا الرب الذي يفعل هذا. وفي الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، نرجو أن تكون ساعتنا ساعة إجابة، فلنرفع إلى الله أكف الضراعة في خشوع وإنابة. اللهم يا رحمن يا رحيم اجعل شهرنا هذا مباركا علينا جميعا. اللهم اجعل شهرنا هذا مباركا علينا جميعا. اللهم اجعل شهر رمضان مباركا على الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام كما تحب وترضى. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام كما تحب وترضى. اللهم أدركنا فيه ليلة القدر ولا تحرمنا خيراتها وبركاتها يا رب العالمين. اللهم أدركنا فيه ليلة القدر ولا تحرمنا خيراتها وبركاتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، واجعلنا في هذا الشهر من الفائزين، واجعلنا في هذا الشهر من المغفور عليهم يا رب العالمين، واجعلنا في هذا الشهر من الذين رضيت عنهم وأرضيتهم يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم، لا تدع لنا اللحظة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مهموما إلا سليته، ولا مديون إلا قضيت دينه ونفسته يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم ارحم والدينا أحياء وميتين، ارحم والدينا أحياء وميتين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا منه سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تقنع، ومن دعاء لا يسمع يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بين أيدي أمينة تخافك وتخشاك فينا يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك في البدء وفي الختام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.